نهار اسود. يا ربي ده كان هيموتني. انت يا راجل انت عبيط ولا ايه؟ انت اكيد يا متخلف يا اعمى. وقف العربيه ليه كده؟ متخلف ده ولا ايه؟ تعالى يا شادي نشوف. انت يا عم اتجننت، انت كنت هتموتنا. استنى يا شادي، الراجل شكله مريض. ما هو كان هيموتنا يا وليد. مريض يا شادي؟ اصبر يا شادي، بقول لك الراجل شكله مريض، شكله عنده ازمه قلبيه ده ولا ايه؟ طب اساعدك ازاي؟ عندك ايه؟ يعني ايه؟ هي دي بخاخه؟ اه بخيخه دي. اهدى بالراحه بالراحه. انت كويس؟ الحمد لله. انت كنت هتموتنا. خلي بالك يا عم. انا اسف. شكرا. طالما مريض وعندك مشكله يعني او عندك ايا كان الازمه اللي عندك، ما تسوقش وانت كده. وبعدين ليه مخبي العلاج كده جوه؟ طالما عندي حاجه لله، انا كنت هزن اعملها النهارده. الحمد لله. شكرا لك جدا. يعني ايه حاجه لله؟ كنت هعملها لله، مش هينفع غير النهارده. شكرا. طيب انت محتاج مني اي حاجه؟ ما تقلقش، انت كده بتهيألي بقيت كويس. شكرا لك جدا. السلام عليكم. بقول لك ايه؟ نعم. معلش ثانيه واحده. اتفضل. انت عملت حاجه لله، فمعلش تسمح لي اكافئك. كفاية ازاي يعني؟ اكافئك. لا يا عم شكرا، انا مش محتاج منك اي فلوس. انت زي ما بتقول كده انا بعمل كده لله، واللي بيعمل الخير وبيرمي البحر ما بيدورش على سمك منه يعني. سمك ايه؟ حضرتك كان فينا 4 رزومات زي دي، كان في 3 تاني غير دي، مش فينا دلوقتي. مش فاهم قصد حضرتك ايه؟ يعني حضرتك في 3 رزومات تاني ضاعوا، كان في 3 رزومات فلوس هنا دلوقتي. فينا؟ وايه يا عم واخيرا تعمل شر تلقى ولا ايه؟ انا انقذتك، ليه هسرقك؟ انت كده بتتهمني بالسرقه يعني؟ هو ده الجميل اللي انت بترده لي؟ فلوسي. انت باين عليك تعبان نفسيا. بص يا عم، انا عملت اللي عليا معاك واديتك البخاخه بتاعتك ولحقتك من الموت، غير كده خارج عني. فلوسي استناني يا صاحبي. ده غبي ده ولا ايه؟ ماله المجنون ده؟ بقول لك خير تعمل شر تلقى، والله العظيم بيتهمنا بالسرقه الراجل الناقص ده. انا قلت لك يا وليد ده كان هيخبطنا بالعربيه، رحت تساعده. يلا طيب نمشي. بوظ لنا المفاجاه حبيبتي. خلاص معاك صاحبي اسمعني، انا دلوقتي كان معايا 3 رزم غور دول وراح اعمل عمل خير. يا صاحبي بعد اذنك ما شفتش الفلوس يا صاحبي؟ طيب بالعقل كده، طالما انا واحد وحش كده وعايز اسرق منك الفلوس، ما هو انا يا غبي هسرقها وانت بتموت، مش هسرقها بعد لما لحقتك. هم راحوا فين؟ احترم نفسك، احنا ناس محترمه. حضرتك قبل ما يحصل لي الازمه دي انا كنت راصص الفلوس جنبي عشان رايح اوديهم لجمعيه خيريه، وانا لسه صاحب من البنك ده ما هو دلوقتي. انت بقى قبل ما يحصل لك الازمه دي وانت سليم، انا كنت بعمل مفاجاه لحبيبتي وبقدم لها هديه وبتقدم لها وعايز اخطبها، وانت كنت هتخبطنا. ادي دي اول غلطه انت عملتها، وبعد كده احنا جينا ولحقناك. فانت بعد كل ده عايز تتهمنا بالسرقه يعني؟ لا ممكن تفهمني، الازمه دي بتيجي قبلها ب5 دقايق او 3 دقايق بالظبط، فانا كنت شايف الفلوس قبل ما تجيلي الازمه، يعني قبل ما اخش الشركه. ايه المطلوب مننا دلوقتي؟ حضرتك ممكن يعني تبص على الفلوس؟ ابص على الفلوس فين؟ حضرتك انا ما كنتش في وعي، يعني ممكن حضرتك تشوف الفلوس؟ انت راجل قليل الذوق قوي على فكره. والله العظيم. انت قصدك ان احنا سارقينها يعني؟ طبعا قصده ان احنا سارقينها، ما هي مش هيبقى فيها قصد تاني، اكيد قصده ان احنا عارف لو سارقينها. واحد غير وليد كان مسكك ضربك. اخويا احنا ما خدناش منك حاجه، والله انا ما خدت منك حاجه. فلوسك في ايدك اهو، ممكن تكون ساعه الغيبوبه دي لما جات لك ممكن الفلوس تكون وقعت منك او انت ما سحبتهاش اصلا ونسيت. صح، انت بتتكلم صح. طب بص روح البنك تاني واسالهم، وان شاء الله تلاقي نفسك انت ما سحبتهمش ونسيت، عشان تروح تعمل الخير اللي انت كنت رايح تعمله في الجمعيه الخيريه اللي انت قلت عليه ده. يلا طب بينا يلا بقى. يا وليد. قال لك يا صاحبي للاسف